أوصونا بالشفاء من إخوان أصحاب الرحمن الله يشفيهم شفاء عجل شفاء الله يرزقهم الله العالمة الذي من صالح جلب ذنب الخير أبدا وكل شر لنا بسم الله إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرار. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحاج. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالطوبى تهجر. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بالطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجلى الحق في عالم الكرسي الواسع تجليا غدا بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه هذا الإنسان يتشرف في وجوده ثقلان فتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى في حبيب أما الأنام نوالا صلى الله عليه من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد تركه بالحسن على مقام وتناهى في بده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيل الضلال صلى الله وهو عليه من فوق علم ما قد رأته رفعة بشؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من هذا الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلق النور تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بالإشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأه هذه البشارة
وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن لا سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغ من خلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن حكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح مصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتبايعوا جلالة الشرف الوصل بوده وحبه ما أدر الأكوان من أسر ذكراهم نسير. على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بلة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مسعود بالعين هاو لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون وما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وسلم. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وحصصت به من حصصت صلى الله عليه وسلم. فكان مستقره بالأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم السهالة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تبي بأسر مئسار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وسلم. وإلا فأنها تغلب الأكلام عن سؤون خير الأنام ولكن هدني إلى تدوين ما حفظه من شعر أسراب مخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين.
وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، لا التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التسوق إلى السماء يوصى بها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختص من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أهشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاجعل مجتمعنا رب فاجعل مجتمعنا ويطول حسن الختام حسن الختام رب فاجعل مجتمعنا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ ألقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج
بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروجه متشوقة إلى ثقات جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بهلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإثر الفرح بملاقة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. فأدهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولو قدرت كشف القناع عن هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى
كل حمد الله جل أن يعصوه العن الله إذا بنى بوجود المصطفى
صلاة الله تغشى أسرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا بمجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإناني وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك يحسن الحتم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم بالصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح يا الله. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة بالشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من داري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفقار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي قوس إرشادي لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين رضايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين.
اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواظره ووالاه وظاهره، وأم بركة والشرف وجده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم ولاية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا، واعجبنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا العبد المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم بها سبحانك والسلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده،
حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده هو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعله صير بلا يتقبل ثواب ما قرأناه من قراءة المولد سمت الدرار وما قلناه من آية القرآن العظيم وقلناه لا إله إلا الله يا الله يا الله سبحان الله بحمده وصلينا وسلمنا على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة هدية منا واصلة رحمة منك نازلة بركة شاملة وصداقة متقبلة نريا نقد بثواب الإقراء إلى رسول شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم إلى أرواح كافة أولاد من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها سوسا زائرة أولاد قلنا المعنى البقي وأهل الزنب الفرد والقرى أجمعين وأهل حضر كلهم أجمعين سوسا زنا مولانا مهدي الله من يسافر إلى مساسا عبد البدر له مساسا علي بن أبي خالد القسام سيدنا محمد بن بعد وصولهم وفروعهم سيدنا عبد الحسين وصل عظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعامر بن أبي بن سيد الفقيه خرج بن سيد صلى الله عليه وسلم الفقيه مقدم الحمد لله من سدم من فيد بقنا أولاد جميعا وذريتهم وصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا لأبي أبي كلهم جميع ثم إذا وكافة المعلم قلوبنا فيها وصل قلوبنا فيها من شيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والنزوم والصلوات دعوات ونجاة كلهم أجمعين سصلي قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزمات وصلوات دعوات ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة المقدمة أهلي فالإمام دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحارس سيد الحبيب فانقل شريف علي بن حسين بن شهاب وأبي وأمي وأولادي وذريتي كلهم أجمعين ثم إلى خصوصا صاحب الحول الحبيب البارك الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأبيه وأميه وأولاده وبنات أجمعين ومشايخ وأقراني وطلاب تلاميذ أجمعين ومن الأربع متقدمين في هذه الحرم من العلماء والأولياء الصالحين المقربين سوزن أبي عبد الرحمن بن عبد الحبيب محمد بن شبيب بن سالم وسيد محمد وكاب وكافة مشايخنا وأساتذتنا وعلماءنا وإلى أرواح والدينا والديكم خاصة وعماتنا وعمات المسلمين عامة خصوصا سليفة فضيلة بنت أحمد بن عبد الرحمن بن حميد أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم جليت لنا بين أيديهم اللهم بشكاك له من النار وهجابا نزد له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم ادخل في قبورهم روحا والريحان والبشار والآمان وفجر الرضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل كفرا من كفرة النيران
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اللهم عد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم كراماتهم ونفاتهم في الدين الدنيا والآخرة ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. فاتحة بالشفاء من كل داء والأمراض والسقام والألم خصوصا لمن أوصانا بالشفاء بالولد محمد أبو بيدة بن أحمد شكري وفارح عليك رمضان بنت محمد أندي محمد حنيف بن محمد دني شمس الدين بن يوسف مجيد Indra Mulyawan bin Qasim Abdurrahman Ahmad Hadi bin Muhammad Ridwan Muhammad Taufik bin Muhammad Ridwan Syarifah Tolha binti Qasim Barakbah wa Syarifah Faridah binti Abu Bakar Barakbah wa kullu man awsan bil syifa min ikhwan wa ashabul ahban Allah yashfihim shifaan ajil shifaan rizqan wal alama aladin salihah jalibatan kulli khair wa fitnah kulli syarr ila hadratin nabi Fatihah. صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل وسلم على الفاتحة سر الفاتحة في رمز الفاتحة افتح لنا باب الخير وجعلنا من حواسن الخير بقنا بكل خير يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه بقنا اللهم الخير وإنا عليه صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Ma'asyiral hadirin wa ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pada malam hari ini di pembukaan majlis kita di majlis Musholla Ridul Jannah Kampung Maro ini kita lakukan dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang biasanya kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Intinya apa yang kita lakukan sama, semuanya berhubungan erat dengan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Habibana Ali bin Muhammad bin Zainal Habsyi yang kita niatkan juga haul pada malam hari ini atas apa yang beliau susun dari menulis Maulid Simtud Durar ini, Allah berikan kepada kita semua apa yang beliau lintaskan dalam niatnya beliau dan apa yang